السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ان شاء الله طريقة بودرة السوبيا. فطبعا المكونات بتاعتنا: معايا كيلو سكر بودر، معايا لبن بودر، ومعايا كريمة سايبة اللي هي الكريم شانتيه بس تكون من غير سكر، ومعايا فانيليا. لو في ريحة الجوز هند اللي هو البودر ممكن تجيبيه وتخلطيه مع المكونات دي. مفيش جوز هند بودر، تجيب اللي ريحة جوز الهند السايلة دي بس، تحطي منها 3 نقطات ساعة ما تيجي تضرب بودرة الصوبيا في الخلاط. تحطي حوالي نقطتين أو 3 وانتي بتعملي الصوبيا في الخلاط، يعني تحطي اللبن اللي هو الحليب، وتحطي عليه المعلقتين أو 3 بودرة صوبيا من اللي هنعملها دي، وتروحي حاطة من دي. فهي دي ما تتحطش على البودرة اللي أنا هعملها دلوقتي، دي تتحط وقت الفرم بتاع الصوبيا، وقت ضربها في الخلاط. طبعا معايا طبق فاضي كده هحط فيه السكر البودر. لو ما فيش سكر بودر ممكن تضرب السكر من اللي هو الحرش ده في الخلاط. طبعا المكونات دي انا هعمل كيلو سكر، اللبن والكريمه على حسب بقى المقدار ايه اللي انت عايزه تحطيه. طبعا انا ما حسبتش اللي هو مقدار الكيلو السكر، واللبن البودر ده جبت حوالي 3 اكياس من اللي هو اللبن النيل. ما تحطيش بقى لا نشا ولا اي حاجه، ودي الكريمه السايله، وهنحط الفانيليا. نقلب كله مع بعض بالشكل ده. لو في بقى اللي هو الجوز الهند البودر اخلطيه على ده، بس لو حطيتي من اللي هو الحرش طبعا هيضايقكم في الشرب وكده مش هيبقى حلو. هو في جوز هند بودر، ممكن لو لقيتيه حطيه على الخليط ده، ما لقيتوهوش حطي السايله بقى وقت ما تعملي الصوبيا في الخلاط. طبعا انا خلطت السكر عشان التكتلات اللي فيه. هقلبه كويس كده مع بعضه، وهعبيه معاكم بقى في برطمان، وكده خلاص تبقى الطريقه بتاعتنا خلصت. بس مفيش اسهل من كده، وما شاء الله طعمها جميل جدا. انا جربتها قبل كده، طعمها جميل والعيال حبوها قوي. انا كده مجهزه البرطمان ده عندي، بحط فيه السوبيا اللي انا بعملها، فهعبي الخليط بتاعي فيها. طبعا الحاجه اللي هتحطي فيها لازم تكون ناشفه. كده انا حطيته في البرطمان زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله قطع معايا كميه حلوه. فانا دلوقتي هعمل معاكم برضو كوبايه صوبيا كده، هحط حوالي معلقتين كبار في الخلاط. طبعا على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، وهحط عليها كده لبن حليب، واضربهم بقى في الخلاط، واحط حوالي نقطتين من اللي هو الجوز الهند الساي. نحاول ما نكترش عشان ما يمررش معايا، وهضرب بقى في الخلاط وهوريهولكم. كده دي بقى السوبيا البودره، ودي السوبيا اللي هي اللي احنا فرمناها في الخلاط. حطينا لبن الحليب، وطبعا زي ما انت عايزه بقى تحطي معلقتين 3 من البودره بتاعتنا. وشوف عملت الفوم ما شاء الله، ده الفوم بتاع الكريم شانتيه اللي احنا حاطينه. كده صبناهم اهو. طبعا اللي عايز يشرب كده ماشي، اللي عايز يحط فوم كده على الوش. صراحة ريحتها جميلة وطعمها جميل. وكده ده الشكل النهائي بتاع السوبيا بتاعتنا، السوبيا اللي هي البودر، والسوبيا اللي احنا عملناها في الخلاط. ويا رب الفيديو يعجبكم.